قد شهدوا في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك، وكشف النقاب عن معلومات جديدة حول ما حدث في يناير عام 2011، حيث أوضح المشير حسين طنطاوي خلال شهادته أن اقتحام السجون حدث بواسطة عناصر من غزة ومن حزب الله بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، وأن الاقتحام الذي تم في 10 سجون على مستوى الجمهورية كان بواسطة عناصر مدربة وتدرك ما تفعله جيدا. واتهم جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء مخطط حرق أقسام الشرطة واقتحام عدد من المنشآت العامة، مستشهدا بما يفعلونه الآن. أما شهادة اللواء مراد موافي فقد حملت معلومات جديدة حول البرنامج الأمريكي للديمقراطية وأثره في تغيير شكل المنطقة وتدريبه لعدد من شباب منظمات المجتمع المدني قبل الثورة. كما كشف موافي عن دور البرادعي كرأس حربة لمخطط التغيير الذي مولته ورعته جهات خارجية، وهو ما أكده في شهادته اللواء مصطفى عبد النبي مدير هيئة الأمن القومي وقت الثورة. كما أوضح أن البرنامج الأمريكي للديمقراطية والذي مول عددا من شباب حركتي 6 أبريل وكفاية كان يتم استقطاع ميزانيته من المعونة الأمريكية. أما عن دور الإخوان في أحداث العنف والانفلات الأمني فقد أكد اللواء عبد النبي أن نزول جماعة الإخوان المسلمين يوم 28 من يناير قد غير المشهد تماما في الشارع، وأصبحت المظاهرات أشد عنفا بعد مشاركة عناصر من حزب الله وحماس تنفيذا لمخطط بدأ من شمال سيناء بمهاجمة مقرات وزارة الداخلية، وبعدها بدخول عناصر من حماس وجيش الإسلام عبر أنفاق غزة بالتزامن مع دخول عناصر تابعة لحزب الله إلى البلاد، ثم تجمعهم ومهاجمتهم للسجون ولعدد من المقرات الأمنية.